السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل النهاردة وصفة حلوة جدا وبسيطة جدا، وهنعملها من غير اي صوصات عشان برضو اللي مفيش عنده صوصات ما يحملش الهم. وازاي نعمل حتة لحمة طرية ومستوية وكمان مشوية في الفرن، وتطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله اللحمة كانت طعمها حلو جدا جدا، وبتوابل قليلة جدا ومن غير صوصات واي حاجة خالص. تعالوا نشوف الوصفة النهاردة هنعملها ازاي. وعملنا كمان شوية رز بسمتي كده حلوين جدا. تعالوا نشوف الوصفة ونشوف مقاديرنا النهاردة بسيطة جدا، والفيديو بسيط وان شاء الله يعجبكم. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبتدي معانا الوصفة النهاردة. اول حاجه كده هنجيب بصلتين كبار. البصل كان صغير شويه فقطعت كذا واحده كده عشان اخد الميه بتاعتهم. لكن لو البصل عندك كبير شويه كفايه بصلتين اتنين على الكيلو اللحمه. تمام. طبعا اللحمه اي قطعه، اي لحمه انت حباها، بس اهم حاجه تكون حته تنفع للشوي، مش اي حته طبعا في اللحمه تنفع للشوي. لا، مثلا لو انت بتقطع من عند الجزار قولوا عايزه حته لحمه انا هشويها عشان يقطعها لك حلوه وتنفع للشوي وما تنشفش معاكي في الفرن وتستوي بسرعه. تمام كده. فرمت بقى كده البصل في الكبه، فرمته كويس جدا لغايه يعني ما ناعم قوي علشان انا عايزه الميه بتاعته. هبتدي بقى كده اصفي البصل عشان هاخد الميه بتاعته، بس مش هاخد انا التفل بتاع البصل. طبعا التفل البصل ده مش هنرميه، هنحطه في كيس في الفريزر هنستعمله في اي حاجه. بالمصفى الضيقه ديت بتاع اليانسون بالشكل كده، وهحط فيها البصل، وكمان بالمعلقه هنضغط كده ينزل كل الميه اللي فيه. تمام كده. انا كده اخدت ميه البصل اهو. وده البصل نفسه، فانا طبعا مش هرميه، هحطه في كيس تلاجة كده واحطه في الفريزر. احطه على محشي، احطه على حاجه اعمل بيه طبيخ، اي حاجه ما ترموهوش. حطيه بس في الفريزر ومش هيجرى له اي حاجه خالص. ومعايا كمان طماطمتين كبار هفرمهم برضو في الكبه. انت ممكن تضيف البصل على الطماطم وتفرمهم الاتنين مع بعض. تمام. فانا معايا طماطمتين كمان هفرمهم في الكبه كويس لما ينعموا جدا، علشان برضو هاخد الميه بتاعتهم. مش تفل الطماطم ده طبعا هنرميه، هصفيهم. ممكن تضربيه في الخلاط على فكره، يعني ايه البصل لو انت ابشريه على المبشره وخد الميه بتاعته، والطماطم اضربيها في الخلاط لو انت مش فيش موجود عندك كبه. فانا استسهلت بس وضربت في الكبه. تمام كده. هاخد برضو كده هصفي برضو كده الطماطمتين دولت، وهاخد الميه بتاعتهم بس. طبعا المصفى صغيرة شوية، لو انت عندك واحدة من ديت بس كبيرة شوية صفي فيها على طول. تعالوا بقى كده نقول التوابل. هنضيف اول حاجة كده علبة من الزبادي. ماشي، علبة صغيرة كده من الزبادي. طبعا هتدي طراوة حلوة جدا للحمة وتخليها طرية وجوس كده وجميلة. فضيفي علبة الزبادي. تمام. التوابل هنا بقى معايا هنا فلفل اسود، وكمان معلقه صغيره من التوابل اللي انا بعملها عندي كده في البيت، توابل حلوه جدا. هبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو ونعمل فيه شويه توابل حلوين. ومعايا نص معلقه صغيره من البصل البودر والثوم البودر، وكمان معلقه صغيره من السبع بهارات، وكم واحده من الحبهان. عندك حبهان مطحون ضيفي حبهان مطحون، ضيفي ربع معلقه صغيره كده. انا ما فيش عندي حبهان مطحون خلصان، فانا هفتح كده الحبهان، هفتحه كده وهفضي اللي جواه وهشيل القشر مش هضيفه يعني. وكمان معايا معلقه صغيره مليانه كده من البابريكا المدخنه. البابريكا المدخنه دي تحفه جدا جدا، جربوها، حلوه قوي قوي وريحتها جميله. بس كده. دي التوابل معانا. هفتح بس كده الحبهان، هضيف بقى كده التوابل. طبعا مش هضيف ملح دلوقتي، الملح ده قبل ما تدخلي الفرن بتحطي الملح وبتقلبيه كويس جدا جدا مع اللحمه والتتبيله، وبعد كده بتدخلي بقى اللحمه الفرن. هنضيف كمان معلقه صغيره يعني مش معلقه مليانه، يعني ايه معلقه صغيره كده من السكر او نص معلقه صغيره من السكر على حسب المعلقه بتاعتك. تمام. وهضيف معلقه خل، وكمان هضيف معلقتين من الزيت. بس كده
انا ممكن اضيف صوصات وكل حاجه، بس انا ما رضيتش اضيف صوصات علشان برضو الناس اللي ما فيش عندها صوصات ما تقولش لا اللحمه مش هتبقى حلوه من غير الصوصات. لا، عملتها لكم من غير اي صوصات خالص اهوت، وطلعت ريحتها وطعمها حلو جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. انت لو عندك دبس رمان ضيفي معلقه دبس رمان، تديلك تيست حلو جدا جدا للحمه. بس كده تتبيله بسيطه، والتوابل بتاعتنا بسيطه جدا مفيش فيها اي تعقدات، وكمان كل حاجه دي موجوده عندنا في المطبخ، فما تحمليش هم خالص. طبعا زي ما قلت لك اي لحمه انت حباها، دي كانت لحمه جدي. فانا كانت عندي كده في الفريزر، كانت جاياني يعني. فانا قلت اشويها في الفرن، مرضتش اسلقها، وطلعت حلوه قوي قوي. هضيفها كده في البوله دي عشان انت كبيره شويه، التانية كانت صغيره مش هينفع اقلب فيها التوابل مع اللحمه. وهضيف عليها كده التوابل، وهقلبها كويس جدا جدا. والمفروض لو انت مش مستعجله عليها طبعا، تتبليها من بالليل لما لتاني يوم. انا طبعا كنت مستعجله عليها و... وما قعدتش معايا غير نص ساعه بس في التتبيله، ومش قادره اقول لكم كانت عامله ازاي بجد من غير حلفان. كانت ريحتها وطعمها حلو جدا. اهم حاجه بس امشي على المقادير صح، وان شاء الله تطلع معاك مظبوطه. وزي ما قلت لك لو حابه تضيفي صوصات ضيفي لو موجوده عندك. بس انا قلبتها كويس جدا، وادخلها بقى اغطيها بس، وهدخلها التلاجة نص ساعه كده، وبعد كده هدخلها الفرن. لو انت مكمله معايا الفيديو لحد هنا، يا ريت لايك كتير للفيديو عشان الفيديوهات بتاعتي ترفع شويه. ولو اول مره تشوفوني اعملوا اشتراك للقناه، وفعلوا زر الجرس، واعملوا كلمه الكل عشان يوصل لكم كل وصفاتي. ولو انت بتشوفوني من على الفيسبوك، اعملوا متابعه للقناه، واعملوا لايك للفيديو، واكتبي لي تعليق. واتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، وتجربوا الوصفه تعجبكم جدا جدا. انا سبتها نص ساعه زي ما انا قلت لكم في التلاجة، وطلعتها دلوقتي. انا ولعت الفرن يسخن كويس جدا قبل ما ادخلها الفرن. دلوقتي بقى انا ضفت الملح، ضفت يعني معلقه ملح. انت بقى على حسب الكميه اللي عندك اظبطي الملح بتاعك علشان لا تبقى لا تلعه ولا حادقه، واظبطي الدنيا معاكي كده. دلوقتي هنشيلها بقى، احطها في الصينيه. هنشيلها كده من التتبيله واحطها في الصينيه. طبعا التتبيله انا مش هرميها مش هرميها ولا حاجه. هتسيبيها كده جنبك لو لقيتي اللحمة يعني الصوص اللي فيها بينشف وهي لسه ما استوتش، بتضيفي منها حبة بحبة لغاية ما اللحمة تستوي معاكي. انا دلوقتي بقى هغطيها بسيلفر، والورق الفويل هغطيها فويل، وهدخلها الفرن. طبعا مش هحطها في ارضية الفرن، على شبكة الفرن. وهعلي النار اول نص ساعة، وبعد كده ههدي النار لغاية ما تستوي. وبعد ما تستوي هتطلع، وهنشوفها مع بعض ازاي كانت جميلة جدا، ولونها وطعمها ما شاء الله. تعالوا بقى هنا نعمل شوية رز بسمتي كده حلوين. هيعجبوكم ان شاء الله. طبعا هو له كذا طريقة، فانا استسهلت وعملت الطريقة ديت لان كنت مستعجلة شوية. فحلوة جميلة جدا برضه. حطيت معلقتين زيت، وضفت عليهم واحدة من اللومي، ونص عود صغير من القرفة، لان انا عاملة كمية صغيرة، عاملة ربع كيلو بس رز. وحبيتين من الحبهان، وحبيتين من القرنفل. بس كده. المفروض نضيف واحدة من ورق اللورا، بس لقيته خلص عندي فما كانش موجود، واحنا كنا بالليل طبعا. فما ضفتش. انت لو عندك ضيفي كمان واحدة من ورق اللورا. طبعا اهم حاجة هنا بقى في الرز ان هو يتشوح كويس جدا جدا جدا. فاهميني؟ يعني مش تقليبة كده وخلاص ونضيف بقى الشوربة وكده، لا. قلبي الرز، شوحيه كويس لغاية ما تحسي ان هو معاكي مفلفل كده. فاهمين؟ انت هتحسي بيه وانت بتقلبي، هتعرفيه من شكله. يتشوح كويس جدا. وبعد كده تغلي الميه، او تغلي لو عندك ميه ضيفي مكعب من المرق ولا حاجه علشان يطعم لك الرز شويه. لو عندك شوربه هنغلي الشوربه وهنضيفها على الرز اما نشوح الرز كويس. لو انت كوبايه الرز البسمتي عليها كوبايتين من الميه. تمام. كان عندي بقى شوربة هنا كده، كان عندي اوردر النهارده لحمة، وده كانت شوربة لحمة. فطبعا ببقى اشيلها في التلاجة كده عشان بعمل منها الاوردرات وكده. يعني شوربة الحمام او شوربة، ما ترميش اي شوربة، احطها في كيس واحطها في الفريزر هتنفعك.
تنفعك في اي وقت هتحتاجيها، هتطلعيها تلاقيها موجوده عندك. خلاص كده انا ظبطت كده الشوربه بتاعتي على الرز، وظبطت الملح وحطيته لما يستوى وطلع معايا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده. ودي اللحمه بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله، شايفين اللحمه سايبه من العظم، مستويه جدا وطعمها وريحتها حلو جدا جدا. التتبيله ما شاء الله ريحتها مش قادره اقول لكم عامله ازاي. شايفين شكل اللحمه اصلا عامل ازاي، بتلمع ومستويه وريحتها كانت ما شاء الله. بجد حلوة أوي أوي التتبيلة ديّة، جربوها لو انتم حابين تشووا لحمة في الفرن وكده وتضبطوا الدنيا ما شاء الله. اللحمة حطيت تحت منها، قطعت كده بصلاية كبيرة وحطيت عليها معلقة سماق، وحطيت كمان عصرت ليمونة، وحطيت شوية من البقدونس أو الكزبرة الموجودة عندك، وفرشتهم كده تحت اللحمة وضفتها وحطيت اللحمة عليهم. أو اللي ياكل حتة لحمة ياكل بالبصل والبقدونس كده، بتبقى طعمها حلو جدا. ممكن ما تعمليش جنبها رز، تتاكل بعيش وجنبها شوية طحينة. وبس كده وألف هنا. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ويكون خفيف على قلوبكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.